مرحبا بك. عايشة نتعرفوا عليك؟ بوحوس احسن مرحبا بك. ريتريتي عشوا 70 سنه العمر، ولد بسويقه، فهمت، عايش في البلاد وبيك عايشه. بي سي حسن، حبينا نحكيو على نفقة الأبناء اليوم. ولات معناها النفقة هذه تتسبب في فتح أبواب السجن أمام الرجل التونسي، ولا يخاف من الزواج؟ لا، مش الخوف من الزواج، مش خوف من الزواج. الزواج شيء والنفقه شيء. ساعة قبل ما نحكيو عن النفقه، الانسان اللي يصدمه باش يعمل عائله يلزم يكون بني صحيح عالي، فهمت، ونية تتفرق كل واحد من عائله لعائله تفرق. اذا كان وصلوا هما الاطلاق، فهمت، انت عندك ابناء، ولادك تصرف عليهم ولا ما تصرفش عليهم؟ ما تظنش تصرف عليهم. حتى نجيو احنا من الناحيه الدينيه، النص واضح في القرآن، نص واضح، يلزم الإنسان، فهمت، على قدر مقدوره يصرف على أولاده حتى لين ربي يفرق ما بيناتهم، فهمت. ونية إذا كان راجل ما يحبش باش يصرف على أولاده يتحمل مسؤوليته، يتحمل، تجيب اولاده وتخليهم في الشارع، ويعطيك قلبك باش تخلي اولادك في الشارع. فما انواع نتاع رجال تصير لهم ازمه ماليه، سبحان الله معناها. دونك تقول لي ازمه ماليه، فهمت، تحب تهز فيا تركيبه اللي الانسان خذا مرار ما عندوش فلوس، ما عندوش كذا، كله كان يخدم، صارت له مشاكل. المشاكل هذه اللي صارت هذه قداش؟ فئه قليله طبعا على حسب اللي عايش انا في البلاد، اللي عايش في البلاد. المشاكل ما بين المراه والراجل، تو نجيو احنا العيشه الجوزيه، الحمل تلقاها على واحد، وفما ثقه ما بين المراه والراجل. اذا كانت تفقد الثقه هذه ما عادش، خاطر اذا كان فما موجود الثقه والراجل تتيح به الدنيا يلقى كان مرته بالطبيعه. قبل الناس بيك اللي يعملوا، تلقى المراه كانت في الدار، الراجل يخدم. هاكا الراجل يجي في رمضان ليل 27 على الصيام، واحد يجيب لها قطعه صاغه في بلايص هكا، تصور ترى فلوس يشري لها قطعه صاغه، وقت اللي الراجل تتيح به الدنيا تجيب لك الصيغه تبيع، تقول له فما المصروف، فهمت. العبد شو يقول الله يلطف بينا. أنا في رأيي أنا الخاص، إذا كان الراجل ما هوش قادر باش يعمل دار ما يلزموش يعرس، ما يلزموش من الأول، فهمت. إذا كان شاب صغار ويرضى يشد الحبس يخلي ولاده للشر، راه فما ناس تخلي ولادها للشر، تخلي ولادها للشر، فهمت. من بعدش تقول لي النفقة تجيب تدفعها. شوفوا شو تصرف انت في الشارع، انتم صغار. انا عايش وسط الشعب التونسي، عايش في وسط البيئه هذه، نغزل الناس اللي هكا يمشي ياخولك، يمشي يفطر في ريستوران وقاعده، ولاده يخليهم للشر، يتحمل مسؤوليته هذه في النفقه. الراجل هو نحمل، الراجل هو المسؤوليه، خاطر ولاده يلزمهم شكون يصرف عليهم. هذا اخر كلامي في الحاله هذه. صحيح، معناها نلقاو اليوم رجال بطبيعه مش الكل يصرف، معناها يبجل حاجات اخرى على اولاده، على اولاده. اي يمشي يكمر ويخلي اولاده للشر، يمشي يصرف ويخلي اولاده للشر، فهمت. اللي عمل العائله يكون قدر المسؤوليه، والا لا. هو شو توا نجي انا توا شو 70 سنه حياتي باش يقيسها حياتي. انا جبت صغار، انا عندي مستوى معين، ما نحكيش من الناحيه الماديات، راه من ناحيه الفكر عندي مستوى معين. جريت باش قريت ولادي ووصلتهم، المسؤوليه نتاعهم وصلتهم خير مني انا. توا انا كي نقيس روحي، نقيس حياتي ناجحه ولا ماهيش ناجحه. انجاز. اولادي وصلتهم خير مني في التفكير وفي الرصيد العلمي، وصلتهم خير مني. حب يقول انا نجحت في حياتي. الراغيني
انا ما نحكيش على الماديات، على التفكير، خاطر الماديات الرزق على الله. راه صحيح، الرزق بيد ربي. الرزق على الله. نمشي نسرق ونقول لك هذاك عنده الفلوس، لا، ما ندخلش حاجه حرام. اما وصلت بلادي ثقافه مبادئ اللي خير مني انا، حتى في المستوى الدراسي شهيتهم خير مني انا. وقت نقول انا نجحت في حياتي، فما الناس هذوما ما يهمهمش ما يغزروا لهمش. تصور انت تروح من اليوم نجي 8 متاع الليل القهوه، نروح ل 11 غير ربع، ولاد صغار 12 13 سنه يبداو يلعبوا هون، والديهم فين؟ في القهاوي. بعدش تجي تقول لي فهمت؟ هذا اخر كلام. شنو تحب تقول للي كوبل اللي المقبلين على الزواج باش تنصحهم انت؟ انا ننصحهم بالصراحه من الاول، الوضوح به. بالصراحه، ايش عندك ايش ما عندكش، فهمت؟ ايش عندك وايش ما عندكش. عندي هذيك نقدر على هذيك ما نقدرش على هذيك، هذه حاجه. وثاني حاجه حب لها عائلتها باش هي تحب لك عائلتها. لا تقول لها اخوك بيك، لا هي تقول لك اخوك بيك بيك ولا اختك. عائلتها هي كيما عائلتك انت، وعائلتك انت كيما عائلتها هي. احساس متبادل، احساس متبادل. تبني الساس على الصح، فهمت؟ تلقى روحك ما تبديش على الصح، ما عليكش باش الساس باش يرخ. معناها انت نصحته من خلال تجربتك؟ من خلال تجربتي ما نخبي شيء. عندي 100 نقدر باش نشرك الحاجه، نقدر ما ننزلش نعشيك ونمشي نتسلم باش نعشيك. هذه في الفتره نقولوا احنا اللي قبل العرس، راهو عندي راهو نعمل لك راهو كذا، لا راهو ما عنديش، شريتي كذا وكذا. وبيا انت تحب تعمل عش دار، والا لا لك تابعه فيا في الفلوس اللي تابعه فيك في فلوسك. صحيح. على كل يعطيك الصحه، ونخلي لك الكلمه الاخرى. ربي يهدي، هذا شكو، ربي يهدي وربي يحببنا في بعضنا. هذه ما الكلمتين اللي يقولوا.